احنا دلوقتي في وكالة السلطان الغوري، قلنا في مجموعته اللي هي بقى في الغورية اللي اكتمل بنائها في سنة 910 هجري 1504 ميلادي. بعد ما تولى السلطنة بحوالي سنتين بدأ البنى وكمل خدت منه سنتين المجموعة دي كلها. الوكالة كل المنشآت اللي احنا شفناها قبل كده بتجيب فلوس، بتدخل فلوس ولا بتصرف فلوس؟ بتصرف. يعني قلنا في السبيل، في الكتاب، في الخنقاء، الوكالة بقى هي اللي بتجيب فلوس، فلذلك الوكالة بتبقى وقف. يعني هو بيأجر الوكالة دي للتجار. الوكالة حتى المصطلح نفسه ما زال مستخدم عندنا لغاية النهارده، يقول لك اللي معاه توكيل مرسيدس مثلا، ده وكيل عن حد، فهي جايه من التاجر بيوكل حد، فهي الوكالة بتبقى للتجار الأجانب غير السوق. يعني السوق انت مثلا في الضرب الأحمر، في باب الوزير، في مش عارف في شارع الازهر، في الموسكي، ان السوق بتاع الموسكي او السوق بتاع الضرب الاحمر، الناس اللي عايشين في الضرب الاحمر حوانتهم في الضرب الاحمر وعايشين هناك. لكن الوكاله بتاعت التجار اللي جاي من بره، تاجر بقى جاي منين؟ جاي من سوريا، جاي من ايران، جايب معاه المنتجات اللي هي مش موجوده عندنا في مصر. يعني في دخلة رمضان اليميش بيجي من سوريا، ما هو التاجر ده هيجي هيقعد هنا في مصر شهر على ما يخلص البضاعه دي، اللي هو الشهر اللي قبل رمضان على طول. فاكيد الرحله بتاخد منه يجي شهرين، مش هيجي يقعد في مصر يومين ويمشي، فهو محتاج ايه؟ محتاج مكان يقعد فيه ومبيت. انت بقى اجرت للتاجر ده، جات الفلوس صرفت على المنشآت. يعني الوكاله دي، ما هو الوقف بيكون ايه؟ يا عقارات، عقار، او اراضي. غالبيه الاوقاف في وقت الغوري كانت اراضي، قلنا كلها في الغالب اراضي. لكن هنا بقى انك الفلوس اللي هتيجي هتصرف على المنشآت بتاعته التانية، على المدرسه، على الطلبه اللي قاعدين، على طيب. بالنسبه بقى لتصميم الوكاله، او احنا كان برضو عندنا وكالات تانية من العصر المملوكي. حد يعرف وكالات تانية غير دي؟ يعني وكاله السلطان قايتباي اللي في الازهر، وكاله السلطان قايتباي اللي جوه باب النصر اول ما بندخل على طول. في وكالات في العصر العثماني ما زالت موجوده لغايه دلوقتي، وكاله بزرعه اللي في شارع الجماليه. بصوا بقى لتخطيط الوكالات. احنا دايما في العماره الاسلاميه كل المداخل بتكون منكسره في الغالب، يعني في عماره المساجد والبيوت للخصوصيه، ما عدا الوكاله. الوكاله انت بتدخل من مدخل مباشر على طول. شايفين يا جماعه الخشب اللي هم حاطينه ده؟ يعني الخشب ده عملوه علشان يعملوا المدخل ايه؟ دلوقتي الخشب ده حديث ولا قديم؟ حديث. اتعمل ليه؟ عشان يخلي المدخل ايه؟ عارفين زي اللي بيبقى داخل رئيس المباحث ولا داخل وكيل النيابه، بتلاقيه بيدخل كده من حته، مش بتدخلش عليه على طول. فانت هنا علشان دي حديثه. لكن المفروض المدخل الاساسي هو مدخل مباشر. ليه؟ المثل اللي بيقول لك ايه؟ اخلي اللي ما يشتري يتفرج. ما هو مكان انا مش عايز اصلا خصوصيه، ده انا بالعكس، ده انا عايز الناس تشوف. فهنا المكان اللي هو صحن الوكاله ده، اللي انت جاي من المدخل بتاعها المباشر، جيت في قلب الصحن، الصحن ده اللي بيتم فيه عمليه البيع والشراء. والصحن ده كان زمان بيبقى متغطي بسحابه جراره، لو احنا في شهر 7 و8 زي شفتوا في جامع برسباي كده عاملينها النهارده لو حد راح. سحابه جرار اللي هي زي قماشه كده بتتشد تحجب اشعه الشمس. طيب دخلنا يبقى هنا عمليه البيع والشراء بتتم. طيب الحوانيت بقى، صفوف الحوانيت اللي تحت دي، يعني دي مثلا هنا الغرفه دي والغرفه اللي فوقها دي بتبقى لتخزين البضائع. التاجر يعني عمليه البيع والشراء هنا، تخزين البضاعه هنا وهنا. كل تاجر بقى بياخد قطاع رأسي على بعضه. هما الوكاله دي فيها حوالي 29 قطاع رأسي. التاجر بياخد قطاع رأسي على بعضه، بيبيع بضاعته هنا قدامه، بيخزن بضاعته هنا، يخزن بضاعته في الحوانيت دي هنا، وبعدين بيسكن فوق. لما نطلع بقى فوق هنلاقي ان اتصال الثلاث ادوار اللي فوق دول ببعض بسلم داخلي. يعني في سلم جوه يوصل الثلاث ادوار دول ببعض. هو لما نلاقي في مشربيه يبقى معناه ان في ايه؟ في نساء فوق. طيب هنا انت دخلت تطلع تلاقي فيه قاعه في الاول هنا، وبعدين فوق بتلاقي فيه مكان كده للطبخ بتاعه للاكل ودورة ميه، وبعدين تطلع فوق خالص ده المكان اللي هو بينام فيه مع نسائه. كل تاجر بقى له قطاع زي ما احنا قلنا، قطاع رأسي على بعضه كده، هو بياخده من الدور الارضي لغايه المشربيه اللي فوق دي. لو بصينا هنا هنلاقي ده الرانك بتاع الغوري اهو، شفناه كتير قوي النهارده. يعني بنلاقي كل منشأة بنلاقي عليها الرانك بتاعه. عز المولانا السلطان الملك الأشرف
ابو النصر قنصوة الغوري عز نصر، قلنا الشعار بتاعه. ولازم بنلاقي فيه نافوره ميه في النص اللي هي دي برضو لتلطيف الجو في فصل الصيف اللي احنا فيه دلوقتي. في بقى مدخل تاني غير المدخل ده، يعني المدخل ده اللي بيدخل بالمناسبة الجمال بتدخل بالبضاعة هنا. واحنا داخلين احنا نزلنا من سلم صح؟ اللي كان سألنا على الارتفاع بتاع الأرض، تفتكر لو جمل جاي هينزل السلم ده من 500 سنة ولا كان ده مستوى الشارع في وقتها؟ الجمل بيدخل بالبضاعة وبيحطها هنا وعشان التاجر يخزن او يبيع زي ما احنا قلنا. لكن في حظيره للدواب موجوده، لان الوكاله احنا شايفين المبنى ده بس، مش احنا قلنا حصل تعديات؟ حصل تعديات جنبنا، يعني في عماره اتبنت وحوش دفن العتقاء اتاخد منه، وفي ملحقات للوكاله مش موجوده النهارده. ايه اللي كان فيها؟ كان فيها الحظيره بتاعت الدواب. لازم امال هيحطوا اللي جاي الجمال بتاعتهم دي، ما هو التاجر ده جاي بجمل اللي هو هيرجع بيه تاني، ما يبقى قاعد فين؟ نفس القصه. هل التاجر دخل من هنا ببضاعته وهنا في رجاله وبتاع، هل النساء هيدخلوا من المدخل ده؟ بقى في كل الوكالات فيها مدخل تاني منفصل، مدخل ضيق كده بيطلع على فين؟ يعني انت علشان تطلع لهنا، عشان تطلع للادوار اللي فوق لازم تيجي المدخل ده وبعدين تطلع من سلم وبعدين تطلع فوق. انما المدخل بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي هو المدخل الجانبي ده اللي هو بتاع النساء، هنشوفه لما نطلع بره على الشارع ده، بحيث ان النساء يجوا منه يدخلوا يطلعوا على فين؟ على فوق على طول. انا اتسالت بقى هل هي لسه تبع وزاره الثقافه النهارده؟ بصوا يا جماعه، في فنانين بعد ما الوكاله دي برضو اترممت ايام فاروق حسني، فقاموا عاملينها مرسم للفنانين، وهنطلع دلوقتي ونشوف. يعني تلاقي مثلا كل فنان قام واخد له بقى ايه، فيلا على بعضها كده، قاعه من دول، وعملها مرسم له، فلسه شغال. ايوه. بس حضرتك قلت 29 الشبابيك اللي فوق 21 شبابيك ايه؟ اللي هي المشربيات. انت عديتيهم 21؟ 3 1 2 3 4